السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. واحد السؤال تطرح عليا بخصوص ديكلاراسيون ديال سنساس في كومونتير، وبما ان السؤال مهم قررت نجاوب عليه عن طريق فيديو باش المعلومه توصل اكبر عدد ديال الاجراء. السؤال من عند واحد السيده اللي قال ليها المشغل ديالها انها ديكلاراها ب 26 يوم والصالير ديال 2600 درهم، ولكن فاش شافت لابليكاسيون لقات 22 يوم والصالير 2600 درهم. فين كاين المشكل؟ بالنسبه للناس اللي قدام معايا ومتبعين المعلومات اللي كنبارطاجي معاهم، ما كنظنش انهم باقين عندهم بحال التساؤلات، ولكن ما فيها باس نشرحوا هذا المشكل للناس اللي يلاه جداد معنا. ومرحبا بكم. اولا باش ديكلاري اي اجير المشغل ما خصوش ينزل على السميك، يعني باش ديكلاري الاجير ب 26 يوم خاصك ديكلاريه بالصالير ديال 2970.05 وما يمكنش تهبط عليه. في حالة خطأ السيد أو السيدة اللي مكلفين بالديكلاراسيون وديكلارا بأقل من سميك، فالسيستم كينزل عدد الأيام باش يكون مناسب مع الصالير. غنشرح لكم في الاكسل. قلنا باش ديكلاري اجير ب 26 يوم خاص الحد الأدنى يكون 2970.05 اللي هو السميك. 26 يوم و 2970.05. السيدة اللي عندها المشكل قالت لك ان المشغل ديكلاراها ب 26 يوم و 2600 درهم، فهنا السيستم خاص يكون مثلا عدد الايام مناسب ل 2600. اذا السيستم غادي ينقص من عدد الايام بحيث يكون عدد الايام مناسب مع الصالير. نفس الصالير ديال 2600 في 26 وبما ان في الديكلاراسيون ما يمكنش لنا نديرو مثلا 22 يوم ونص ولا 23 يوم ونص، السيستم غيرجع مباشرة 22 يوم. فهذا هو المشكل اللي عند السيدة. اذا المشغل راه فعلا ديكلاراك ب 26 يوم و 2600، ولكن بما ان هذيك 26 يوم كاع ما مناسبه مع 2600 وفي بلاصه 2600 كان خاصها تكون 2970.05، السيستم نزل عدد الايام باش يكون مناسب ل 2600. فإذا كان عندكم اي تساؤل خلوه لي في كومونتير، غنخلي لكم في الديسكريبسيون مواضيع عندها علاقه بالموضوع تاع اليوم. وفي الاخير كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو تاع اليوم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، والى اللقاء.